نادي خدمات رفح نقول إنه وطن. هذا النادي العريق الذي يحارب الآن، الذي تعقد التآمرات لإيقافه عن هدفه المنشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤتمر ناري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. مؤتمر ربما جانبوا الصواب في عدد من النقاط، لم يكن موفق في كثير من النقاط اللي طرحها في مؤتمره الكابتن كارم العطار الأستاذ الفاضل رئيس نادي خدمات رفح، واللي يمكن البعض قال إنه هذا المؤتمر أو اعتبر إنه هذا المؤتمر هو صب للزيت على النار في ظل الأجواء الساخنة، الأجواء التي تشهد غليان كبير في الشارع الرياضي الفلسطيني، تحديدا بعد مباراة فريقي شباب رفح واتحاد الشجاعية وتأجيل الجولة لأسبوع آخر. نتحدث عن أجواء مشحونة ومشحونة جدا. مؤتمر صحفي استدعى بيان من نادي شباب رفح عقب هذا المؤتمر لرئيس النادي ولعضو مجلس الإدارة، وأجواء مشحونة بشكل كبير. وربما ما شاهده هذا المؤتمر أسوأ ما يمكن أن نتحدث عنه، أنه خلط الأمور بعضها ببعض. ربما أحقية نادي خدمات رفح في تسجيل اللاعب محمود النارب اللي لم يستطع أن يشارك مع ناديه شباب الظاهرية في الضفة الغربية، وبالتالي أصبح لعبه في الضفة الغربية صعب جدا. بالتالي هذا من حق نادي خدمات رفح، وذكر هذه النقطة أيضا لم تكن خاطئة وكانت عين الصواب. لكن قصة أنه رئيس نادي خدمات رفح يتحدث عن مؤامرة، يتحدث عن حرب تشن على نادي خدمات رفح، مؤامرة على النادي، يتحدث عن التوافق الرياضي، والأدهى من ذلك أنه تحدث عن قصة نادي شباب رفح، وتحدث أنه شباب رفح يحابى وهناك ميل لنادي شباب رفح، وأيضا تغاضي عن أمور تتعلق بنادي شباب رفح، وزج باسم نادي شباب رفح في أتون أزمة ربما استدعت تفاعل كبير سلبي على مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير نادي شباب رفح اللي استنكرت هذا المؤتمر الصحفي، وبيان أيضا من نادي شباب رفح اللي قال أنه يرفض أن يزج باسمه بهذا الشكل في هذا المؤتمر الصحفي لرئيس نادي خدمات رفح، بل أنه طالب رئيس نادي خدمات رفح بالاعتذار عن هذا المؤتمر وذكر نادي شباب رفح في طور مؤتمره. أعتقد أنه هذا المؤتمر وفق متابعين كثر لم يكن مؤتمرا موفقا في جزئية ما قال إنها مؤامرة تحاك ضد نادي خدمات رفح، ما قال إنه محاباة لصالح نادي شباب رفح ومحاباة لصالح نادي بعينه على حساب نادي خدمات رفح. وقال بأنه عندما وصل نادي خدمات رفح إلى هدفه المنشود بدأت المؤامرات وبدأ النادي يحارب بهذا الشكل، وبدأ اتحاد كرة القدم الذي هو بهذا الشكل لن يصل إلى المنشود ولن يصل بنا إلى مواصيل جيدة في ظل وجود هذا الاتحاد، واتهم هذا الاتحاد بأنه فاشل، واتهم التوافق الرياضي بأنه توافق رياضي بغيض، أفشل الحالة الرياضية وأحد الأضرار التي لاحقت بالحالة الرياضية الفلسطينية. أعتقد أنه الأستاذ كارم العطار ذهب بعيدا في هذا المؤتمر الصحفي، وأعتقد أنه عبارة عن القنبلة التي تم تفجيرها تحديدا في هذه الأجواء التي اعتبرها البعض بأنها مسمومة. نادي شباب رفح قال أنه إحنا جلسنا مع نادي خدمات رفح بدعوة من رئيس البلدية الدكتور أحمد الصوفي، وكانت جلسة للتصافي وجلسة للتقارب ما بين الناديين أملا في أن تصل الرسالة إلى الجمهورين، جمهور نادي شباب رفح وجمهور نادي خدمات رفح، واستباقا للجولة التي ستلعب في الأسبوع المقبل التي يستأنف من خلالها الدوري الفلسطيني. أعتقد بأنه هذا المؤتمر له ما بعده. أعتقد أن الأجواء أصبحت مشحونة بين جمهوري نادي خدمات رفح من جهة وشباب رفح من جهة أخرى، وأعتقد أنه هذا الأمر سيصل بنا مطافات لن تحمد عقباها. أعتقد أنه لن نصل إلى الشكل المطلوب أو إلى الشكل الجيد الذي يمكن أن تختتم فيه. حتى هناك مباراة الديربي ما قبل انتهاء الدوري بجولة واحدة ستجمع بين فريقي شباب رفح وخدمات رفح. هناك مباريات أيضا للفريقين مع فرق أخرى
في غزة في المنطقة الوسطى، وبالتالي هذا الأمر سيجعل الأمور أكثر صعوبة، سيجعل الأمور تخرج عن السيطرة ما لم يكن هناك محاولة لاحتواء هذا الموقف الذي أصبح صراحة موقفا صعبا جدا، خاصة أنه أصلا كان موقف صعب بعد مباراة نادي شباب رفح ونادي اتحاد الشجاعية، وكانت هناك محاولات لتأجيل الجولة هذه إلى الأسبوع المقبل أملا في تهدئة الأمور ووقف هذا الهدر وهذا التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي والتراشق الموجود بين عناصر ومشجعين من هنا أو حتى من هناك. أعتقد أنه بدأنا من جديد بتراشق على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين جمهوري ناديي خدمات رفح وشباب رفح. أعتقد أن هذا المؤتمر لن يتوقف عند تفاصيله، لن يتوقف عند الكلمة التي ألقاها السيد كارم العطار رئيس نادي خدمات رفح، ولا حتى للبيان الذي ألقاه أو حتى أصدره نادي شباب رفح. الأمور ربما ستخرج عن السيطرة ما لم يكن هناك تحكيما للعقل وتدخل من وسطاء يمكن أن يضبطوا الأمور ويقوموا باحتواء الموقف. تحياتي لكم.